الاقي اسم كابتن اسلام، وهو من الاسامي اللي مؤثره مع اللاعبين. بنتكلم ان في فتره، يعني انت في لاعبين بتمرنهم من اكتر من 6 سنين و7 سنين، صح؟ 8 9 سنين كمان. و8 و9 سنين من ساعه دخول الرياضه لمصر. هي 2009 دخلت الترامبولين مصر، دخلت مصر 2009. تمام. ده خبره كبيره جدا، خبره في التمرين، خبره في التعامل. انت يعني مبدئيا اشمعنى الترامبولين وليه اهتميت بيها واشتغلت مع جنريشنز لحد النهارده؟ احنا بنتكلم من 2009 لحد النهارده، عدد سنين طويل. اكيد. هي الترامبولين انا كنت بلعب طبعا جمباز فني ولعبت غطس في النادي الاهلي فتره، فطبعا احنا ميولنا للحركات اللي فيها شقلبه او الالعاب اللي فيها اكروبات بيخلينا طبعا لما شفنا حاجه زي الترامبولين دخلت مصر كلنا اتشدنا ليها. اوكي. احنا بنحب الدورانات في الهواء واللف والكلام ده. اوكي. فانا كان نفسي طبعا ان انا العب ترامبولين واكون موجود مع اول منتخب، لكن ما قدرتش بسبب الاصابه. فطبعا اتجهت للتدريب على طول، ما استنيتش يعني. وده هايل لان انت كملت المسيره. ما هو مش شرط ان المسيره هتمشي في اتجاه واحد. لا ده عشان ابقى لاعب، فلو ما بقتش لاعب انا شكرا كده. لا انت كمان قلت لا انا هبقى مدرب. ما كان قرار سريع، والصراحه كان قرار في وقته وانا ما ندمتش عليه ابدا يعني. لان قدرت ان انا امسك منتخب مصر على طول بعدها بسنه. طيب قبل ما نتكلم على المنتخب، عايزين نعرف الناس اكتر اللي بتتفرج علينا النهارده ايه الترامبولين؟ الرياضه دي عباره عن ايه؟ التمرين بتاعها بيبقى ازاي؟ التحكيم بتاعها بيبقى ازاي؟ وعلى اي اساس بيتم احتساب النقاط؟ تمام. هو الترامبولين عامه بدايه يعني هو نوع من انواع الجمباز. اوكي. كان في فتره يعني طويله كان الترامبولين ليه اتحاد دولي لوحده بعيد عن الجمباز خالص، وبعد كده رجع تاني يبقى تبع اتحاد الجمباز. هي لعبه اكروباتيك زي ما قلت لحضرتك، بتعتمد على الدورانات والحركات الصعبه في الهواء واللفات وكده. تحكيمها دلوقتي بعد ما اتطور طبعا كتير حاجات فيه، حاليا بقى في درجه بيقيم عليها اللاعب على الحركات الصعبه بتاعته. يعني في درجه للصعوبه، في درجه تانية على الشكل الجمالي بتاع الحركه، في درجه على الارتفاع، كل ما طبعا بينط اعلى ده بيبقى احسن. اوكي. وفي درجه اخيره اتضافت لسه جديده برضو على الخطوط، يعني في رسمه على الترامبولين المفروض ان اللعيب يفضل في النص. طبعا كل ما بيروح قدام او ورا او بالجنب بيتخصم له درجات، وده اكيد القانون عامله، او يعني الاتحاد الدولي خد القرار ده عشان امان اللعيبه اكتر. تمام. بيشجعوا اللعيب ان هو يبقى في النص، لان هو قدام ورا ممكن يقع يتعور. اوكي. انا بشوف يعني انا النهارده حسيت اللي هي فيها شويه ريسك لما فكرت شويه لو اللاعب خرج عن الترامبولين. يعني هو هنا مش مجرد هيخسر نقط، لا ده ممكن يصيب نفسه كمان. اكيد بيحصل طبعا اصابات زي اي رياضه يعني. اي لعبه في الدنيا فيها اصاباتها، ويعني حتى الكوره نفسها انت يعني اكتر لعبه شعبيه في العالم اكيد حضرتك ممكن بتشوف، بس في اصابات ممكن كل ماتش لعيب يتصاب. بما اننا بنتكلم على الترامبولين نفسها، الترامبولين دي ليها اللي بيتم عليها المنافسات الدوليه ليها حجم معين؟ في انواع كتيره للترامبولين. بالنسبه للتمرين ممكن يعني في اماكن بيبقى فيها ترامبولين اكبر من بتاع البطوله، في اماكن ثانيه بتمرنوا على الاصغر. لكن في الاخر خالص الاتحاد الدولي في مقاسات معينه، دي الستاندر بتاعت البطوله متحدده، اللي بيبقى تقريبا 4 متر ونص طول في 2 متر وربع عرض. اللي انتوا المنتخب بيتمرن عليها عامة ده القانوني. القانون البطولات بس بتبقى اصغر ولا نفس المساحه بتاعت الدوليه اللي بتلعب عليها البطولات الدوليه؟ ده احنا منتخب مصر كله بيتمرن على الدولي، المقاسات الستاندر بالظبط ومتعودين عليها، وان شاء الله متفائلين في بطوله افريقيا ان احنا نعمل حاجه كويسه. اللعيبه متعوده على الترامبولين ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا نقول برضو ان منتخب مصر قدر في فتره قصيره يحقق نتائج بالنسبه لدول تانية بقى لها سنين. دي مضايقه جدا الناس في الدول الافريقيه مننا يعني. وفي نفس الوقت خايفين مننا جدا، لان احنا هم شافوا مصر وهم عارفين مصر كويس من الالعاب الثانيه ومن الكوره بالذات. يعني احنا بدانا في 2009، في اخر 2009 اشتركنا 2010 بطوله افريقيا على طول. بعدها على طول ب4 سنين قدرنا نتاهل للاولمبياد، كان باول ولد وبنت. مهاب كان معانا النهارده، وفي بنت اسمها اشرقت. كانوا دول اول 2 لعيبه يطلعوا اولمبياد الشباب. وطبعا وقت قليل جدا في 4 سنين ان انت تطلع منتخب ونأهل الاولمبياد، دي حاجه كبيره جدا. ويمكن اعلاميا مش واخدين حقهم. اللعيبه ما حدش يسمع عنهم، لكن هم عملوا انجازات كبيره جدا جدا في وقت قليل.